الميادين في الشارع المصري نتائج هذه الانتخابات. أنت ماذا ترى؟ يعني أولا أنا أرى يعني هذا الخلاف المفتعل بين من الأحق ومن لا يستحق، وإذا كان الإخوان قد فازوا من خلال الشعارات الدينية أو من خلال التواجد السياسي، أنا أرى أن كل هذا الكلام وكل هذا الجدل الذي ينتج تجاذبات مصر في غنى كامل عنها لا فائدة منه. الديمقراطية جاءت بفلان أو جاءت بعلان، هذه هي الديمقراطية. لا يمكن أبدا أن أقول أن ندعو إلى الديمقراطية وندعو إلى الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، ثم عندما أنا أهزم وغيري يفوز أقول الديمقراطية غير سوية والناس الذين صوتوا غير أسوياء، بغض النظر عن التوجه لدى الناخب المصري ومدى قناعاته بشعار ديني أو برنامج سياسي، بشخص أو عائلة، بحزب أو مجموعة سياسية مؤتلفة، بليبرالي أو إسلامي. في النهاية من يأتي به صندوق الاقتراع يجب أن يضرب له السلام. وأنا أيضا كلمة أخيرة، أنا أيضا ضد هذا الفزع الغريب من صعود التيار الإسلامي إلى واجهة المشهد السياسي المصري. نعم، أنت ضد هذا الفزع أستاذ شناوي، ولكن هل من الممكن أن نكون أمام مشهد فوضى في البرلمان القادم في ظل كل هذه التجاذبات برأيك؟ لماذا فوضى؟ لماذا نسمي اختلاف الآراء فوضى؟ ولكن الحكم للأغلبية. إذا كان جميل. استطاعت جماعة سياسية مؤتلفة مع جماعات أخرى تتفق معها في نفس النهج ونفس الأسلوب وأخذت أغلبية وأقرت قوانين أو أقرت تشريعات، هذا حقها لأن لها الأغلبية، ولكن وهي من الممكن الاختلاف لا يأتي إلى شيء يعني كامل في البرلمان القادم. هناك من يرى هذا الأمر أستاذ شناوي، حتى وإن كان التيار الإسلامي هو الغالب، ولكن هناك أيضا من هم من الليبراليين التابعين للكتلة المصرية يحصدون بعض المقاعد في مجلس الشعب. وسوى أنا أؤكد لك أن تلك التجربة على أي سيكون السيناريو المفترض لها عندما يتكون البرلمان وتشكل الحكومة، فبالتأكيد هي نجاح كبير للمصريين ولكل المكونات التي بداخل. يعني أنا لم يتبقى لي الكثير تحول إليك دكتور جمال قرني، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة. أنتم في حزب الحرية والعدالة هل تؤيدون